تفتكر ممكن قائد عظيم محرر مدينة زي الرها من الصليبيين يبقى مصيره إنه يتقتل وهو نايم؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. قصتنا النهاردة عن عماد الدين زنكي، المؤسس الحقيقي لمشروع الجهاد المنظم ضد الصليبيين. الراجل ده استلم إمارة الموصل سنة 521 هجريا، وكان ساعتها الشام متقطع وأي حد من الصليبيين بياخد اللي هو عايزه. يعني وضع المسلمين كان صعب جدا، وهو اللي بدأ لم الشمل؟ بالظبط، بدأ بتوحيد حلب والموصل ورجع الأمن للبلاد اللي كانت خراب، لدرجة إن المؤرخين قالوا إن الناس عاشت في زمان وبقى نعم عيش. دي صفات القائد اللي يحيي دولة مش مجرد أمير. سنة 539 هجريا كانت اللحظة التاريخية لما حاصر إمارة الرها الصليبية. الرها كانت من أقوى وأقدم الإمارات الصليبية، وكانت زي شوكة في قلب المسلمين في شمال الشام. يا سلام، ده كان نصر عظيم إنها ترجع تاني بعد احتلال استمر حوالي 50 سنة. الفتح ده عمل صدمة في أوروبا كلها، وكانت دي أول ضربة قاصمة ليهم في المنطقة. ودي كانت بداية الصحوة اللي كملها من بعده نور الدين وصلاح الدين. لكن القدر كان بيخبيله اختبار أصعب وأشد قسوة. إيه اللي حصل بعد النصر ده بسنتين؟ بعد سنتين من تحرير الرها في ربيع الآخر سنة 541 هجرياً، عماد الدين زنكي كان بيحاصر قلعة جعبر على نهر الفرات. كان بيستعد عشان يضمها لملكه ويكمل توحيد المنطقة. معنى كده إنه كان في أوج قوته وتفوقه على أعدائه. ليلة 14 سبتمبر سنة 1146 ميلادياً، زنكي كان نايم في خيمته. وهنا كانت الطعنة اللي غيرت مجرى التاريخ. مين الجبان اللي عمل كده؟ أكيد دسيسة صليبية أو خيانة من أمير. اللي عملها كان اسمه يرنكاش، وهو خادم فرنجي كان بيخدم زنكي بشكل شخصي. الروايات بتقول إن زنكي هدده بالعقاب في الليلة دي عشان شرب خمر من كأسه، فيرنكاش خاف من بطشه. يعني الخيانة جت من أقرب الناس ليه، خلاف شخصي تافه ينهي حياة قائد زي ده. طعنه وهو نايم وهرب على طول على قلعة جعبر المحاصرة، ودي بتخلي فيه شبهة تواطؤ مع صاحب القلعة. مات زنكي وهو لسه في عز جهاده وعمره حوالي 60 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الخسارة دي كانت ضربة للمسلمين، والصليبيين أكيد فرحوا جدا. طبعا، بس القدر الإلهي كان بيجهز لعماد الدين زنكي ورثة على نفس العهد. مات الأب، لكن ابنه نور الدين محمود كان في حلب، والأخ الأكبر سيف الدين غازي كان في الموصل. يعني الإرث اتقسم، دي ممكن تعمل صراع على السلطة والضعف في الجبهة. سيف الدين خد الموصل ونور الدين خد حلب، لكنهم اتفقوا على حاجة واحدة: إكمال مسيرة الجهاد ضد الفرنجة. نور الدين هو اللي ورث حلم أبوه الحقيقي، وبدأ يوحد الشام كلها تحت إمرته. ده اللي بنسميه العادل، اللي قضى حياته كلها في الجهاد وبنى الدولة العظيمة. نور الدين كمل المشوار بحكمة وذكاء، ووحد مصر مع الشام، وبكده مهد الطريق كاملا لصعود نجم تلميذه صلاح الدين الأيوبي، اللي هو اللي هيحقق النصر الأكبر بعد كده في حطين. سبحان الله، لو عماد الدين زنكي ما كانش اتحرك، ما كانش نور الدين كمل، وما كانش صلاح الدين ظهر. كل واحد فيهم كان حلقة في سلسلة. زنكي بدأ المشروع، ونور الدين رسخه ووحد الجبهة، وصلاح الدين قطف الثمرة. عشان كده بيعتبروا عماد الدين زنكي المؤسس الأول للجهاد المنظم في التاريخ الحديث ضد الصليبيين. قصة عظيمة بتثبت إن المشروع مش بيقف بموت الأبطال طالما فيه وراثة للإيمان والهدف. مات الأتابك زنكي بغدر، لكن روحه ورؤيته فضلت عايشة في ولاده. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.